السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق في زمن قل فيه الرجال وعز فيه أهل الحق. مشهد كوميدي أقسم بالله يجسد لك المعنى الحقيقي. إحنا إزاي عندنا قدرة رهيبة على اشتغالة الشعب الاشتغالة، إزاي عندنا ملكة إن إحنا نشتغل هذا الشعب الاشتغالة، وكأن الشعب كله تحول إلى إسماعيل ياسين في العتبة الخضراء. أبي أحمد، مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مشيها رئيس حكومة، الاثنين واخدين بعض عن حب، عن صداقة، في حاجة احنا مش فاهمينها، في علاقة غريبة احنا مش فاهمينها. الراجل بقاله اسبوع بعد ما عمل اللي عمله اتفاقية مبادئ النظام المصري وقع عليها، حرم مصر من حقها وحصتها، وده مبرر ومشرع قانوني لاثيوبيا ان هي تعمل اللي هي عايزاه وتتحكم في محبس الميه. طبعا مش هي، كلنا هنمشيها ان هي اثيوبيا، ولكن احنا فاهمين كويس قوي مين اللي ورا الفيلم الحقير ده كله. جيش الاحتلال طبعا، والنتن وحكومته. بعد اتفاقية المبادئ، بعد الملء الاول، الملء الثاني، ثالث، رابع، الخامس شغال وخلاص تقريبا في اخره، سمعنا بقى اللي عايز يجرب يجرب، وكلها كلام فرقع بلالين في الهواء. صح، جايب منتهى البجاحه ابي احمد ومنتهى السماجه، يطلع لنا لسانه، مشيها لسانه، يقول لك تعالى احضر حفل افتتاح سد النهضه. بيدعو الجانب المصري والجانب السوداني باعتبار ان الاثنين بسم الله ما شاء الله متعاونين، مصلحه شعبهم ما تهمهمش. انا عايز اسال سؤال لكل مصري بيشوفني دلوقتي، انت تلقيت الخبر ازاي؟ عادي زي ما بتتلقى اي حاجه في اي مكان في اي توقيت؟ ما نقحتش عليك كرامتك، ما نقحش عليك شرفك؟ مش قادر تشوف الحقيقه وتفتح عينك وتواجه نفسك مره واحده؟ ايه اللي انا وصلت له ده؟ ايه المستوى اللي انا مصر مش قادر اقول ام الدنيا، لان طبعا هي بافعالها مش بشويه التجاره بالاسم ده. مصر اللي لحد وقت قريب، مش بعيد على فكره، وقت قريب لحد عهد الملك فاروق كانت فيها تكيه للمصريين في السعوديه، تكيه داخل مصر اللي الفقراء اللي عايز ياكل، كانت بتصدر كسوه الكعبه، كانت مدينه انجلترا ومدينه بلجيكا ومدينه دول كتير. كانت مصر جواها السودان ودارفور وكردفان والنوبه، طبعا بلاد النوبه طبعا المقصود بيها طبعا اللي هي غرب السودان حاليا يعني. وكانت اداره القدس الشريف وغزه، فلسطين الحبيبه كلها كانت تبع مصر، ولحد مدينه البيضه في ليبيا الشقيقه كانت مصر. مصر دي بالنسبه لكم تمثل ايه؟ لما يجي ابو احمد النهارده يقول لك تعالوا احضر الافتتاح بتاع سد النهضه، يعني انت المفروض تعمل له ايه؟ تبعت له حمو بيكا يحيي الافتتاح، ولا تبعت له سعد الصغير، ولا تبعت له عمر كمال، ولا اقول لك محمد رمضان حلو بيأدي كويس، ولو طمعوا في الهام شاهين ما ياخدوها؟ صح؟ ده اللي المفروض نعمله؟ هو ده اللي احنا المفروض نقدمه؟ انت وانت قاعد بتتفرج عليا بالله عليك مش مكسوف من نفسك انك تبقى مواطن اشتغاله وشعب اشتغاله؟ انت قابل الوضع ده؟ قادر تتعايش معاه؟ انا اقسم بالله العلي العظيم انا بقيت فعلا بسال نفسي، هو الشعب ده اللي هم لحمنا ودمنا وكل حته فيكم هي احنا، ازاي تحولت الى ان هي بتتعايش مع الفساد والخيانه والعماله بالمنظر ده؟ ازاي؟ بجد والله العظيم ازاي؟ وتصدقوا الكذبه، وناس بتكلم بعضها على السوشيال ميديا على ان حد يكلم الحكومه يا جماعه عشان قانون الايجارات، وحد يكلم الحكومه يا جماعه علشان الحوادث والتصادمات اللي بتحصل والحرائق اللي بتحصل. حكومه ايه؟ ويا ابني انت عندك حكومه، انت عندك برلمان، انت عندك قضاء، انت عندك مؤسسات، انت عندك ازهر. ده شيخ الازهر اللي الناس كانت منتظره منه يعمل حاجه للقضيه الفلسطينيه او يكون له موقف، بيهني الحكومه والقياده لا مؤاخذه السياسيه بذكرى 30 بسله او 30 سوسن. ما فاقش لسه ما فاقش من الاشتغاله اللي تم شاركته فيها او اشراكه فيها. اشتغاله جابوه اشتغلوه ولحد دلوقتي هو ما فاقش. المطلوب ايه؟ انت المطلوب ايه؟ عايز تصدق ان في دوله؟ ما فيش دوله. عايز تصدق ان في حكومه؟ ما فيش حكومه. عايز تصدق ان في مؤسسات؟ ما فيش مؤسسات. في ناس شريفه، في ناس شريفه جوه المؤسسات، طبعا في ناس شريفه يقدروا يعملوا حاجه مش قادرين، ما هماش في مواقع اتخاذ قرار. في اختبار جاي لهم عشان يتاكد اكتر واكتر ان هم شرفاء ولا طبعا اختبار جاي ليهم، وهو ده الاختبار النهائي واخر باب من ابواب او اخر شباك من شبابيك الاختبارات للناس دي، لمن اقروا 1000 مره ان في شرفاء في المؤسسات. يوم ما ربنا يلهمنا ان شاء الله ويلهم الشعب ده بان هو ياخد قراره، يقول كلمته ويهب هبته، هنشوف انتوا هتبقوا مع مين وتبع مين.
واقسم بالله العلي العظيم كل ما هو هيبقى فعلا بيستقتل على بقاء الوضع على ما هو عليه، والله العظيم ثلاثه القصاص ما هيعتق حد. كل اللي اتشاف قبل كده في تجارب سابقه من بعد يناير لحد النهارده، ده احنا كنا برياله اليوم ما صدقنا ان عندنا نخب وان احنا عندنا احزاب وان في حاجه اسمها جماعات كل ده ما هو الا طمع في السلطه وناس هواه سلموا دقن الثوره وسلموا مصالحنا ومستقبلنا واجيالنا اللي جايه كلها اتسلمت للدوله العميقه وللثوره المضاده على حجرها كده. كل ده بيحصل عشان انتوا بتفرطوا في اهم شيء امركم به ربنا، هو القصاص العادل. كل اللي تجروا بالوطنيه واللي تجروا بالدين وكل اللي عملوا نفسهم نخب واللي عملوا نفسهم بيفهموا هربوا من تطبيق القصاص العادل. منهم اللي سوف ومنهم اللي خوف ومنهم اللي قال لك مش هنسترد اموالنا المنهوبه، مش هنرجع الاموال المنهوبه لو هي رجعت، ومنهم اللي قال لك لما نتمكن، ومش هتتمكن ولا عمرك هينفع تتمكن في ظل بقائهم. وهم موجودين، هم الشوكه اللي محطوطه في ظهر مصر وفي ظهرك، وهم موجودين، هم الحبل اللي بيتلف حوالين رقبه مصر وعلى رقبتك ورقبتي. مش هنصدقكم تاني ولا هنقبلكم كلكم تاني، لان انتوا كلكم رؤيتكم بسيطه جدا، سطحيه جدا لما تدخلوا في مناطق عشان تتعاملوا فيها مع الدوله العميقه والثوره المضاده والدوله 52 او خليه 52 بتتعاملوا معاها برضو من مبدا السيد والعبد. هم السيد وانتوا العبد. عمرك في مره واحده ما عايز تغير المعادله دي وتبقى انت السيد وانت اللي مسيطر، واحنا ما بنستعبدش حد، ولكن اللي عايز يخدم الوطن والمواطن هنحطه على راسنا، واللي عايز يخدم اشخاص اقسم بالله العقيده دي هتنتهي، يعني هتنتهي. عايزين تفضلوا عايشين مسلسل الاشتغاله، انتوا حرين. خليكم صدقيني عندنا في حاجه اسمها قوه سياسيه، ولسه في ناس بتقدم لكم محتويات وعاملين احرار وعاملين مش عارف صور، يقول لك اصل المهندس ممدوح حمزه، اصل الدكتور ايمن نور، اصل الدكتور البرادعي، اصل حزب ما اعرفش مين، اصل جماعه ما اعرفش مين، وانت مصدق ان كل دول بيعرفوا حاجه وبيفهموا حاجه، ولو كان فيهم الخير ما كانش حالنا وصل لكده. لو كان فيهم حد بيفهم بتعريفه، اللي بيبدا غلط بيجروا الغلط. الصح هي الحاجه الوحيده اللي ما اتعملتش، هي القصاص. عارف قصاص يعني انت تنظف الملعب من اللي اصلا جاي علشان يلتف عليك، فمش هتلاقي حد يلتف عليك لما تنظف الملعب. القصاص والمحاكمات الثوريه لو ما كانوش طلبك الاول والاخير، وتصدق بجد ان في مشروع اسمه خارطه الطريق بنثبته لك دايما اسفل الشاشه، ما بيتكشفش على الرجاله لان ما بيتعرضش عن طريق القنوات واصحاب المحتوى اللي بيقدموا لك محتوى اللي عندهم اجندات، مش هيقدموا لك، هيبعد عنه، هيتجنبه انه عنده اجنده. لكن احنا جايين علشان نطهر، بنتبنى فكره تطهير عشان ما نلاقيش حاجه تلتف حوالين رقبتنا وتضرب ثورتنا الحقيقيه في ظهرها تاني. لو نظفت مش هتلاقي ثوره مضاده، لو نظفت مش هتلاقي دوله عميقه جذورها اللي ضربت 10 كيلو او 20 كيلو تحت الارض. هتنظف زي ما بتنظف الضرس قبل ما بتحشي. وصلتك؟ كل التجارب السابقه تجارب فاشله، وصلتك انك النهارده بتقبل الخيانه والعماله والظلم والفساد وبتتعايش معاه. دي كانت مسلمات وصلتك لكده بعمد او دون عمد. افشلوا. احنا مش حقل تجارب ولا فران تجارب، احنا شعب عايز يعيش. مننا ناس استشهدت وجرحت او اصيبت، في مننا مسجونين ومعتقلين، في مننا مهجرين ومنفيين، في اسر معدومه اتعدمت. وصلت؟ حتى عجزنا وقفنا مكتوفين الايد ان احنا نقدم اي خدمه لاخواتنا في غزه مش قادرين. اشوفكم في لقاء جديد ان كنت من اهل الدنيا. كفايه وضع الاشتغاله، اعملوا حاجه صح على الاقل. لو مش قادر تعملها على الارض، خلي عندك مشروع خارطه الطريق يوم يأذن الله سبحانه وتعالى بالصح. ما نتوهش، ما نبقاش عايمين وتايهين مش عارفين رايحين فين وجايين منين. يبقى عندنا مشروع مراحله بتنجز وبتنفذ امام عينينا، من غير ما يبقى عندنا حد يا راكب علينا باجنده او بيصطدم في مال العكره وما بيعرضش اجندته مسبقا. اللي بيتعرض لك النهارده فهو مشروع قابل للتطبيق، انما اللي هتتفاجئ فيه او هتتفاجئ بيه بكره هو اجنده. بحذرك ما تمشيش مع حد او ورا حد هيفاجئك بحاجه كان ممكن يعرضها لك مسبقا لو كان امين وصادق النيه ومخلص ليك وللوطن، ولكن بفضل انه ما يعرضهاش ويفاجئك بيها لما تنزل تحط رجلك في الملعب. الفرق اللي بتكسب في اي بطوله بتبقى عامله خطتها وكلها خطط مدروسه ومعلنه ومكشوفه لكل اعضاء الفريق من قبل ما ينزلوا الملعب. لو نزلتك الملعب وانت ما عندكش خطه او فاجئتك بخطه ابقى انا بغشك وبضرك.
أو حتى مش مستعنيك. لا إله إلا الله. انشر عن خريطة الطريق، فيها مشروع وخطوات، مرحلة بعد مرحلة، لحد ما توصل من الشارع إلى التمكين، بل إلى تحرير مش بس أرضك، حلم تحرير فلسطين وإنقاذ مسجدنا الأقصى المبارك، ورفع المعاناة عن شعب إخواتنا، شرفنا وعرضنا، لحمنا ودمنا، اللي ما ينفعش أبدا نقف قدام ما يحدث لهم بمنتهى السلبية والعجز والانحطاط والانبطاح والخذلان ده. لا إله إلا الله.